احنا شفنا اعلان، اتفاجئت باعلان كده لكوكاكولا. اعلان كوكاكولا ده شيكابالا مع محمد رمضان وبتاع. أنا اتفاجئت، والاعلان ده ما جاش لشيكابالا ليه وهو في الزمالك؟ لان ديت اتكررت اكتر من مره، كل مره اقول ايه دي صدفه. يعني عمر جابر عمل اعلان بنك صعيد وهو في بازل، لما جه مفيش اعلانات. شيكابالا طول ما هو في الزمالك بيلعب بيجيب اجوان وبيعمل حاجات، مفيش اعلان. زيزو خد احسن لاعب، مفيش اعلان. قال لك عشان الاهلي بيعرف يجيب اعلانات. طيب ماشي، طب ما ده لاعب الزمالك ما بيجيبش اعلانات، اتفقنا. اول ما اعتزل يعمل اعلانات. ميدو عامل اعلانات، حازم امام عامل اعلانات، كل معتزلين الزمالك نجوم كبار جدا وبيعملوا اعلانات. اشمعنى هو في الزمالك ما بيعملش اعلان؟ تقعد تفكر فيها كده اهو. اه، عشان الزمالك نفسه مشكله. الزمالك يا لو عمل اعلان. طب تعالى كداب، هقولها لك تاني. برزنتيشن قامت على اكتاف نادي الزمالك. يعني برزنتيشن بقت رقم واحد في مصر، وكسبت الاهرام وكسبت برومو ميديا وكسبت كل الشركات وبقت رقم واحد. وكان الاهلي معصله، يعني هي كبرت على الزمالك دون الاهلي. ازاي برزنتيشن بقت رقم واحد مع الزمالك، وازاي الاعلانات راحت لشيكابالا وهو بره الزمالك، لكن لما يلعب في الزمالك مفيش اعلان؟ فكر فيها تاني كده. مين اللي بيحدد يبقى فيه اعلانات للزمالك؟ عشان لو اتعمل لهم اعلانات بنخفف على عاتق مجلس الاداره والخزينه، فلما خفف من عليهم يقدروا يشتروا لعيبه تانية. فاحنا ما نعمل لهمش اعلانات عشان يفضلوا دايما في ازمات ماليه، فما يقدروش ينافسوا النادي الاهلي. حلوه المعادله ولا انا بالفها؟ يا رب تكون وصلت.